السلام عليكم. الشك والغيرة الزيادة لو دخلوا في أي علاقة ممكن جدا يدمروها ويضيعوا معاها مستقبل أسرة بالكامل، وبيفتحوا أكتر من باب لكتابة أبشع النهايات. حكاية عمار مع الغيرة العمياء والتخطيط الشيطاني. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 2006 في منطقة الزعفرانية في بغداد، عمار اتجوز بعد قصة حب، وعاش مع زوجته حياة استمرت لمدة 19 سنة، وربنا رزقهم خلال الفترة دي بخمس أبناء، 3 صبيان وبنتين، أكبرهم 18 سنة وأصغرهم 9 سنين. الحياة ما بين عمار وزوجته كانت مستقرة في البداية، لكن مع مرور الوقت نشأت ما بينهم خلافات. بعضها كان بيتعلق بأمور منزلية بسيطة زي اللي موجودة في معظم البيوت، وخلافات تانية كانت بسبب استخدام زوجته لمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق التيك توك اللي كانت بتظهر فيه من خلال بث مباشر وبتشارك مقاطع فيديو ليها. وهنا عمار اعتبر الموضوع ده إهانة لكرامته ولسمعة العيلة. ومع تراكم الخلافات ما بين عمار وزوجته، الاتنين انفصلوا عن بعض في مايو سنة 2025 بعد زواج استمر 19 سنة. عمار حتى بعد انفصاله عن زوجته فضل معترض على الفيديوهات اللي بتنشرها على التيك توك بدافع الغيرة، لكن زاد الشك جواه لما اكتشف إنها رجعت تتواصل مع جار قديم كان بيربطها بيه علاقة قديمة. وهنا الموضوع اتحول عنده من مجرد مقاطع فيديو وصداقات لخيانة هتهز كيان الأسرة اللي بناها طول السنين اللي فاتت. لكن على الرغم من حالة الغضب اللي كانت جواه، إلا إن عمار حاول أكتر من مرة إنه يرجع زوجته ويلم شمل الأسرة من تاني، وفعلا تواصل معاها كتير وطلب منها يرجعوا لبعض بحجة الحفاظ على أولادهم ولم شمل العيلة. عمار طول الوقت ما كانش بيخفي حبه لزوجته ومش متصور حياتها مع شخص تاني غيره، لكن في المقابل زوجته ما كانش عندها أي استعداد في الرجوع عن قرارها، لأن انفصالها عن عمار كان نهائي بالنسبة لها، وما كانش قرار في لحظة غضب. ومع رفضها المستمر وزيادة شعور عمار بالخطر من الراجل اللي رجع يدخل حياتها من تاني، بدأ يحس إن الأمر خرج عن سيطرته، وقرر وقتها إن كل حاجة لازم تنتهي. وفي 18 يوليو سنة 2025 عمار شاف زوجته وهي فاتحة بث مباشر على التيك توك، فبعدها اتصل عليها وهو بيتظاهر إنه مريض وفي وضع صحي صعب ومحتاج يشوفها ضروري. وفعلا استجابت لطلبه وراحت له البيت الموجود في منطقة الزعفرانية، وكانوا أبنائها ال5 موجودين وفي انتظارها. لكن بمجرد دخولها البيت بدأ ما بينهم نقاش حاد زي معظم النقاشات اللي كانت ما بينهم قبل كده، لكن المختلف في المرة دي إنه كان الأخير، ونقدر نقول بداية النهاية. عمار أجبر عياله يدخلوا غرفة ويقفلوا عليهم، وبعدها أخد زوجته لغرفة تانية وقفل عليهم الباب، وبدأ صوتهم يعلى شوية بشوية. عمار مصمم يرجعها للبيت، وزوجته ثابتة على موقفها بالرفض. واحدة واحدة النقاش قلب بصراخ، وكل ده وأولادهم سامعين كل كلمة، وحاولوا يتدخلوا ما بينهم، لكن عمار منعهم من الدخول. وطبعا في المواقف اللي زي دي الشيطان ما بيصدق. عمار خرج من الغرفة وراح على المطبخ وجاب سكينة ورجع بيها للغرفة، وزوجته أول ما شافته داخل عليها وفي إيديه السكينة حاولت تدافع عن نفسها ورفعت إيديها في محاولة منها لصد الطعنات، لكن مع قوة الضرب وسرعته انهارت ووقعت على الأرض غرقانة في دمها. 3 طعنات في الصدر والقلب خلصوا عليها. أولادهم وقتها أدركوا إن أمهم حصل لها حاجة، وفضلوا يصرخوا ويستنجدوا بالجيران. أما عمار فخرج من الغرفة وهرب من البيت بسرعة، وساب ولاده في المشهد الصعب ده، وكأنه كان مخطط للهروب. بعد ما يخلص عليها غطى وشه بقطعة قماش علشان يخفي ملامحه عن كاميرات المراقبة، وركب الموتوسيكل بتاعه بدأ يتنقل ما بين الشوارع بيدور على مكان يستخبى فيه. الشرطة لما وصلت لمسرح الجريمة بعد بلاغات الجيران اتصدموا من المشهد المرعب اللي كان في انتظارهم: الضحية وهي غرقانة في دمها، وأولادها ال5 في حالة انهيار. وعلى طول فريق البحث بدأ في جمع الأدلة من خلال مسرح الجريمة وفحص كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع، وأظهرت الكاميرات خروجه من البيت وركوب الموتوسيكل وهو مخبي وشه، وبعدها فضل يتنقل من مكان لمكان. أول حاجة راح لبيت أخته وأخد من عندها شوية أغراض، وبعدها نزل راح لسوق الدراجات وساب الموتوسيكل بتاعه هناك، وركب توك توك وراح لمنطقة الباب الشرقي، ونزل السوق وفضل يتنقل بمنتهى الهدوء، واستخدم تليفون صاحبه بدل تليفونه اللي قفله بعد الجريمة. تحركات عمار السريعة ما منعتش الشرطة إنهم يحددوا مكانه، وعرفوا إنه موجود في مدينة الصدر في بيت واحد من صحابه. وعلى الساعة 3 الفجر الشرطة اقتحمت البيت وقبضوا على عمار، اللي ما قاومش ولا أنكر ارتكابه للجريمة، وكان واضح إنه منتظر اللحظة دي واعترف بجريمته.
عمار في اعترافاته قال إنه ما كانش ناوي يقتلها، بس في لحظة حس إن الأبواب كلها اتقفلت في وشه بعد ما رفضت في أكتر من مرة إنها ترجع له، وقال إنه كان عايزها ليه ولأبنائهم وبس ومش لحد غيره، وحاول بكل الطرق إنه يقنعها لكنها كانت مصممة على الرفض. وفي لحظة ارتكابه للجريمة ما كانش محضر السكينة من قبلها، ولكن لقاها قدامه في المطبخ واستخدمها وهو في لحظة غضب. تصرفات عمار بعد ارتكابه للجريمة كانت عكس اعترافاته تماما، من أول هروبه من البيت من غير ما يحاول يلحقها أو حتى يطلب لها الإسعاف، وبعدها خبى وشه وقفل تليفونه وفضل يتنقل من مكان لمكان، وده معناه إنه كان واعي لتصرفاته وعارف هو بيعمل إيه كويس، وحاول تضليل الشرطة علشان ما يعرفوش مكانه. عمار ما كانش معروف عنه إنه سلوكه عنيف، بالعكس كان زي أي راجل بيشتغل وبيهتم بأسرته، لكن الغيرة من استخدام زوجته لمواقع التواصل الاجتماعي والشك اللي اتزرع جواه من علاقتها مع جارها القديم ومع رفضها المستمر إنها ترجع له وصلوا لحالة من الغضب دفعته لارتكاب الجريمة. وبعد اعترافات عمار وإغلاق ملف التحقيقات اتنقلت القضية لساحة القضاء، ومع وجود كل الأدلة من أول جثة الزوجة المطعونة 3 طعنات نافذة وشهادة الأبناء اللي كانوا حاضرين الواقعة والجيران اللي سمعوا صوت الصراخ، بالإضافة لتسجيلات كاميرات المراقبة اللي وثقت هروبه بعد ارتكاب الجريمة والرسائل الصوتية اللي كان بيبعتها عمار لبنته قبل كده لاستدراج والدتها للبيت بحجة إنه مريض، واللي بتأكد وجود عنصر الخداع، وإن استدراج عمار لزوجته ما كانش صدفة وكانت خطة محكمة وللأسف انتهت نهاية بشعة. وعليه اتصنفت القضية قتل مع سبق الإصرار والترصد. وفي الجلسة الختامية عمار وقف قدام هيئة المحكمة وملامحه كلها حزن، وما أنكرش ارتكابه للجريمة، وقال بصوت كله ندم إنه كان بيحب زوجته وما تحملش أبدا فكرة إنها تكون لغيره، وحاول يلم شمل الأسرة ويحافظ على أولاده، لكن في النهاية خسر كل حاجة. كلام عمار في ساحة المحكمة ما قدرش يغير حاجة من الواقع المؤلم اللي حصل، واتحكم عليه بالسجن المؤبد مع تجريده الكامل من حقوقه المدنية. الحقيقة القضية دي بكل تفاصيلها وبنهايتها البشعة هتفضل تتكرر طول ما العقل مستسلم لأفكار الشيطان. يا عمار انت حاولت أكتر من مرة إنك ترجع زوجتك، ولكن هي رافضة ترجع لك، وده حقها، ما هو برضه مش بالعافية هتعيش معاك. ده حتى المثل بيقول: من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. وبعدين منين طلقتها علشان استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهاتها على التيك توك، وفي نفس الوقت عايز ترجعها وهي لسه بتعمل كده؟ ولا علشان الشك والغيرة تملكوا منك لما حسيت إنها تروح لحد غيرك فقلت يا أنا يا مفيش؟ وفي النهاية قتلت نفس من غير أي وجه حق، وهتقضي اللي باقي من عمرك في السجن، وأولادك للأسف هيعيشوا عمرهم كله في جرح وألم ما أعتقدش إن السنين هتقدر تداويه. وقبل ما أختم عايز أقول بلاش نستخدم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تخالف ديننا وعاداتنا وتقاليدنا اللي اتربينا عليها، لأن الموضوع ده مش بس بيخرب البيوت، ده كمان بيفتح أبواب الشيطان لأبشع النهايات. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.